الوقت الذي شهدت فيه مصر طيلة الشهور الماضية ومنذ اندلاع الثورة تأسيس العديد من الأحزاب التي تقوم على أساس ديني أو سياسي، ظهرت وللمرة الأولى في مصر فكرة إنشاء حزب اقتصادي، حزب يعمل على تقديم رؤى اقتصادية واضحة لمستقبل مصر خلال السنوات المقبلة. الزميل عبد الرحمن البسيوني التقى بوكيل مؤسسي حزب الاقتصاد والتنمية السيد خالد نجاتي وسأله بداية عن فكرة تأسيس هذا الحزب. السياسة والاقتصاد وجهان عملة واحدة وبيؤثروا في بعض سواء بالإيجاب أو بالسلب، أو بمعنى صح السياسة بتأثر في الاقتصاد إيجابا أو سلبا. فقلنا إن كان لازم يبقى في رأي مسموع من رجال الاقتصاد والمال في البلد عن لأن كل الأحزاب الموجودة دلوقتي بتتكلم في الدستور واللجنة التشريعية والدستور الجديد ومجلس الشعب والانتخابات وخلافه، ولقينا إن في عجز في حتة التركيز على الناحية الاقتصادية بتاعت السياسة، ربط السياسة بالاقتصاد. فدي احنا قلنا بنعمل حزب سياسي ذو مرجعيه اقتصاديه، المؤسسين بيبقوا غالبيتهم من اعضاء رجال المال والاقتصاد علشان يغطوا هذه الناحيه اللي موجوده حاليا. وما مدى استجابه رجال الاعمال والمستثمرين للمشاركه في هذا الحزب؟ والله احنا حتى الان ده اجتماع اللجنه التاسيسيه الاول، هنوافق على اهداف ومبادئ الحزب. حتى الان المؤسسين معظمهم غالبيتهم من رجال المال والاقتصاد زي ما اوضحت. تم بالفعل مخاطبه رجال اعمال كتير في القاهره وخارج القاهره، وناس كتير منهم ابدى استجابه لفكره حزب سياسي ذو مرجعيه اقتصاديه، ولكن طبعا مستنيين بدايه العمل الفعلي للحزب اللي هيبدا من غدا ان شاء الله. لماذا تاخر الاعلان عن تاسيس هذا الحزب وما يعني ضياع الفرصه للمشاركه في الانتخابات البرلمانيه؟ هو ده سؤال اللي سألناه كذا مرة. هو في الآخر احنا كنا قاصدين ان احنا نأجل الإعلان عن هذا الحزب بعد الانتخابات، علشان احنا كرجال مال واقتصاد مش هدفنا ان احنا ننزل نمثل أنفسنا أو نمثل فئات معينة في البرلمان. احنا كان هدفنا نخدم الدولة ونعمل على التنمية الاقتصادية. فأرجأنا مع ان الفكرة دي كانت موجودة بقى لها 6 أشهر فكرة تأسيس الحزب، ولكن أجلناها عن قصد بعد الانتخابات عشان ما حدش يقول احنا نازلين عاملين حزب عشان ناخد كرسي ولا 2 جوه مجلس الشعب او مجلس الشورى. احنا هدفنا الاول والاخير هو خدمه الدوله سواء من داخل البرلمان او خارج البرلمان. لكن من داخل البرلمان كان يمكن ان يسهم هذا الحزب في وضع التشريعات المناسبه لدعم الاقتصاد المصري خلال المرحله المقبله. احنا ناقشنا النقطه دي قبل كده وحسينا ان الفتره اللي تم اعطائها لهذه الاحزاب لتجهيز نفسها عشان الانتخابات فتره غير كافيه عشان يبقى الحزب فعلا مسموع، لان لا داعي من ان يخوض حزب انتخابات البرلمانيه بدون تجهيز. ولقينا ان فتره 6 شهور لن تكون كافيه على الاطلاق لينا ان احنا نخوض تجربه البرلمان، ففضلنا اللقاء عليها المره الجايه ان شاء الله. طيب ما هو الدور الذي سيقوم به هذا الحزب الاقتصادي بعيدا عن البرلمان المصري؟ اولا يبقى في مناقشات طبعا مع المجلس العسكري ومع مجلس الوزراء والدكتور كمال الجنزوري، مع جمعيات اقتصاديه مختلفه. هيبقى في حوارات كتير مع جمعيات اقتصاديه مختلفه بدون ذكر اسماء، ولكن كل هدفنا ان نوضح يا جماعه ان في ونعمل مؤتمرات يا جماعه ان في ربط قوي جدا بين السياسه والاقتصاد، ويجب ان ياخذ المشرع والبرلمان واصحاب القرار في الاعتبار عند اخذ اي قرار سياسي مدى مرجعيه وتاثير هذا القرار السياسي على الاقتصاد المصري بالذات في وقت الازمات. فمش لازم احنا بنختلف مع ناس كتير ان مش لازم نبقى جوه البرلمان عشان يبقى ليه صوت مسموع. وما هي ملامح الاستراتيجيه المستقبليه لهذا الحزب الاقتصادي؟ هو احنا حزب سياسي من المقام الاول، لان ما فيش حاجه اسمها حزب اقتصادي، ولكن احنا حزب سياسي ذو مرجعيه اقتصاديه زي ما في حزب سياسي ذو مرجعيه دينيه وخلافه. احنا متبنيين وتأثيرها بمعنى صح القرار السياسي وتأثيره على الاقتصاد في وقت الأزمات وفي غير وقت الأزمات، وهدفنا خدمة السياسة بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري. لأن السياسة لو قرارات سياسية لو بتضر الاقتصاد يبقى في خطأ كبير جدا جدا في الدولة. متى تتوقع أن يتم بدء العمل بهذا الحزب أن يخرج إلى النور وأن يشارك في القرارات والمناقشات في الحياة السياسية والاقتصادية في مصر؟ لا، احنا نبدا فورا من بكره باذن الله. ده اجتماع اللجنه التاسيسيه الاول، هنوافق على الاهداف والمبادئ، وباذن الله من بكره هنبتدي فعلا نشتغل ونعمل دعايه للحزب عشان نجمع الاصوات بتاعه والتوكيلات بتاعه التاسيس. واعتقد ان مش هياخد اكتر من 2-3 شهور باذن الله، يعني نكون جمعنا التوكيلات المطلوبه. وهنبتدي من بكره نشتغل ونعمل لقاءات. ومش لازم يعني اي حزب تحت التاسيس من حقه يشتغل ويعلن عن نفسه، ولكن لازم يوضح بصوره واضحه جدا لا تقبل الشك انه ما زال تحت التاسيس.